نعم، ربنا سبحانه وتعالى متوزعة علينا كلنا. كويس. في بيبقى نسبة وتناسب، يعني ممكن واحد يتولد ثري، واحد يتولد ظروفه مش تمام، واحد يتولد لونه كذا، واحد طويل واحد قصير، ده طبيعي. انما النعمة، حتى الصحة، ممكن واحد يتولد مريض، واحد يتولد صح. معافى، ربنا يعافي الجميع. انما النعمة الوحيدة اللي متوزعة على الناس كلها بالظبط هي الوقت. امم اليوم 24 ساعة عندنا كلنا. الوقت. صح. اللي بيعرف قيمة الوقت، بيعرف قيمة الدقيقة والثانية، بتفرق معاه في حياته بشكل عام، ايا كان المجال اللي بيشتغل فيه. خلاص. يعني انت حتى واحنا بنتكلم بقولك هبقى عندك الساعة كذا، دقيقة اه، كذا، مواعيدك مظبوطة الكلام قوي. ده ما فيهاش. بعدين بالموضوع ده فيا طول عمري، يعني مسألة الوقت دي. بعدين بقيت احس ان البني ادم اللي ما بيحترمش وقته معايا، انه مثلا مش ضيع لي ميعاد او بوظ لي ميعاد، لا، ان هو ضيع لي جزء من عمري كان ممكن اعمل فيه حاجه. امم فاول واحد ان انت تدرك قيمه الوقت وتدير الوقت. دي اول حاجه لو ليا مجال للنصيحه بشكل عام. الجزء الثاني، الاجتهاد والاستمراريه. مش شرط ان انت تبقى الاكثر موهبه، بس خليك انت الاكثر اجتهادا. الاجتهاد ممكن يوصل. لا، ده هو مفيش. شوف انت، حتى انت راجل صحفي فن مرموق، شوف في مجال الفن، هتلاقي فنانين هم ربنا خالقهم موهبة جبارة، بس مش مجتهدين، صح. كسالى. صح. زي لعيبة الكورة وهتلاقي فنانين أقل منهم موهبة لكن مجتهدين وبيشتغلوا نفسهم، بيطوروا نفسهم. صح. فإدارتك لوقتك واجتهادك وصبرك، والصبر ده بقى إيه، تاخد وتدي معاه كتير. وحاجة تانية، العند الإيجابي إذا جاز التعبير. يعني أنا لو حطيت حاجة في دماغي ممكن أروح وأجي وتفضل في دماغي 10 سنين، وراجع لها راجع لها ومش هسيبها. ده عند إيجابي. انك تصر على الإصرار الحلم ده او الحاجة اللي بسميها، اسمها. ده بسميها العند الإيجابي. كلية الحقوق بدأت طبعا الوالد الله يرحمه كان مستشار، الله يغفر الله له ونور يرحمه. عليه. فأنا كنت حاطط في حسابي، يعني لما أتخرج، لما أخلص ثانوية عامة، يا أدخل اقتصاد وعلوم سياسية، مم. يدخل كلية الحقوق. ما جبتش مجموعة اقتصاد وعلوم سياسية، فدخلت كلية الحقوق وقعدت ال4 سنين مع اقتصاد وعلوم سياسية. كل دول دخلتهم معاك. انتساب. ايوه، كنت قاعد، يعني هو كل دفعة سياسة واقتصاد كلها فاكريني ان انا دفعتهم، وانا انا كنت حقوق معاهم كل يوم. في جامعة القاهرة. وكان وكان الدكتور، الحلم وقتها ان اتخرج من حقوق عشان اشتغل في السلك النيابي او القضائي او لا المحاماة. لا لا، هقول لك، أنا كان عندي خلط ما بين السياسة والسلك الدبلوماسي. يعني كنت فاكر ان التعاطي السياسي هو العمل في السلك الدبلوماسي. اه، ده المصدر الوحيد للسياسة. اه، ده انا كنت فاكر ده وقتها، واتأثرت بده بالأسرة، وتحديدا بعمي الكبير الله يرحمه. الله يرحمه. لان هو اللي تولاني بعد وفاة والدي، فهو كان بالنسبة لي رول موديل. هو كان يعني دبلوماسي مرموق فكنت متأثر بيه جدا. بعدين في الجامعة بقى اكتشفت مسألة الصحافة والكتابة. وبعدين وقتها كنا شلة عجيبة أو عجيبة وغريبة الأطوار. يعني كان زميلنا، هو إعلامي كبير في السودان دلوقتي، عمار فتحي الرحمن شلة. مم. ده دلوقتي حاليا رئيس تلفزيونات النيل الأزرق في السودان. ما شاء الله. وقتها كان هو في كلية الآداب، ومدير مكتب الراي السودانية في القاهرة. كان رئيس مم. تحرير الراي السودانية الأستاذ إدريس حسن، وده من أكبر الصحفيين في العالم العربي. فعمار أخدنا شوية لسكة الصحافة. صعب. وفي الفترة دي تعرفت على البيت السياسي السوداني بقوة. يعني كنت أبقى في الجامعة فأروح قعدات للسيد الصادق المهدي، أروح قعدات
لكبار السياسيين في السودان والكلام ده كله. وكان عندي اهتمام بالشؤون الخارجيه بشكل او باخر يعني. وهقول لك ومعرفتي بالسودان وبالصحافه السودانيه والسيكولوجيه السودانيه بشكل عام فادتني وقت تغطيات احداث السودان، لأن انا فاهم السيكولوجيه السودانيه كويس قوي. اشتغلت فيها فلغه الخطاب تبقى رايحه لهم ازاي، لما حتى هتعمل فيلر يتعرض على الشارع على الشاشه ازاي ياثر. علشان كده الحمد لله بحمد ربنا ان الفريق البرهان لما جه اول زياره وكان التقى سياده الرئيس في العالمين، اه فوقتها قابلت الفريق البرهان، فمدير مكتبه قال له فلان ده قناه القاهره، فشكرنا جدا. وبعدين حتى مدير مكتبه قال له انتوا ليكم جميل في عنقنا، ليه؟ لان لما ترجع لاحداث السودان صدقت ان كل الروايه كانت في اتجاه واحد من كل القنوات. الروايه الوحيده اللي كانت عامله بالانس رواية القاهرة. لانها كانت في اتجاه السودان، الكيان بتاع السودان، فده فادني.